اكتشافات تحت الأهرامات هتغير كل اللي نعرفه، مباني سرية وأعمدة بعمق 640 متر. أخبار الأهرامات ما بتخلصش، كل شوية بنسمع عن اكتشاف جديد ممكن يغير كل اللي نعرفه عن الفراعنة. وخليني أقول لكم اللي سمعناه الفترة دي لو طلع حقيقي فاحنا حرفيا قدام لغز هيهز الدنيا. بيقولك تم اكتشاف أعمدة ضخمة تحت الأهرامات بعمق 1200 متر، وده رقم خيالي. ده معناه إن تحت الهرم في حاجة محدش كان متخيلها. مش بس كده، ده كمان في كلام عن وجود مباني كاملة جوه الهرم نفسه فيها 5 طوابق وسقف مائل. لو ده صح فاحنا كنا فاهمين الهندسة الفرعونية غلط طول السنين اللي فاتت. وكأن ده مش كفاية، في نظرية جديدة بتقول إن الهرم مش مجرد مقبرة زي ما كنا متخيلين، بل كان بيستخدم كمولد طاقة كهرومغناطيسية. في علماء بيقولوا إن الفراعنة كانوا أذكى بكتير من اللي احنا فاكرينه، وكان عندهم تقنيات للطاقة احنا لسه مش مستوعبينها، وبيستدلوا على ده بوجود مواد كيميائية جوه الهرم بتدل على تفاعلات معينة، وكمان بعض الرسومات اللي بتشير إن الأحجار الضخمة دي ممكن تكون اتنقلت بطريقة مختلفة تماما عن اللي كنا متخيلينه. كل الاكتشافات دي لو تم تأكيدها مش بس هتغير فهمنا للحضارة الفرعونية، ده ممكن يغير فكرتنا عن الهندسة والطاقة نفسها. يا ترى هل الفراعنة كانوا بيستخدموا التكنولوجيا بشكل متطور أكتر مما احنا نتصور؟ هل الأهرامات كانت مصدر طاقة حقيقي؟ وهل فعلا تحت الهرم في أنفاق وأعمدة ومباني سرية؟ الأسئلة كتير والمعلومات مش مؤكدة. بس لو حبينا نقارن بين عمق الأعمدة المكتشفة تحت الأهرامات وبين برج خليفة عشان نفهم الموضوع، هنلاقي فرق رهيب. عمق الأعمدة المكتشفة 640 متر تحت الأرض، ارتفاع برج خليفة 828 متر فوق الأرض. يعني الأعمدة اللي بيقولوا إنها تحت الأهرامات تقريباً قد 77% من ارتفاع برج خليفة، وده رقم مهول لأننا بنتكلم عن حاجة تحت الأرض مش فوقها. لو تخيلنا إن برج خليفة مدفون تحت الأرض، فالأعمدة دي تقريباً هتكون واصلة لحد الطابق 150 تقريباً من البرج. ده معناه إن الفراعنة لو صح الكلام ده كانوا بيحفروا أعماق خرافية بتكنولوجيا مش معروفة لحد دلوقتي. تخيلوا إن في احتمال يكون تحت الهرم مدينة كاملة أو أنفاق بتوصل لأماكن تانية. لو الكلام ده حقيقي فإحنا قدام كشف أثري ممكن يقلب الدنيا. لحد دلوقتي مفيش أي جهة رسمية مصرية طلعت وقالت إن في أعمدة بعمق 640 متر تحت الأهرامات، ولا حتى هياكل ممتدة ل 2000 متر تحت الأرض. كل اللي تم الإعلان عنه بشكل رسمي كان سنة 2023 لما اكتشفوا ممر سري طوله 9 متر جوه الهرم الأكبر باستخدام تقنية المسح الحديثة. يعني الموضوع لسه في إطار الاستكشافات العادية، ومفيش حاجة تأكد الروايات اللي بتقول إن في حاجات ضخمة مدفونة تحت الأهرامات. في نظريات بتقول إن الهرم مش مجرد مقبرة، وإنه كان بيستخدم في توليد الطاقة كهرومغناطيسية. اللي بيقولوا كده شايفين إن المواد اللي استخدمها الفراعنة مع شكل الهرم ومع بعض التفاعلات الكيميائية كانوا بيخلقوا طاقة معينة. الفكرة دي بتظهر من وقت للتاني، لكن مفيش دليل علمي يثبتها بشكل قاطع، كله مجرد افتراضات لحد دلوقتي. طب ومين بنى الأهرامات؟ في ناس بتشكك في إن المصريين القدماء هم اللي بنوا الأهرامات، وبيقولوا إن في حضارة أقدم أو حتى كائنات فضائية هي اللي عملتها. بس بصراحة الأدلة الأثرية كلها بتأكد إن المصريين القدماء هم اللي بنوها بإيديهم. عندك برديات وكتابات قديمة بتوضح خطوات البناء، وعندك كمان مقابر العمال اللي كانوا شغالين في بناء الهرم. فما فيش أي حاجة تثبت إن حد غيرهم هو اللي بناها. ولحد دلوقتي الكلام عن الأعمدة والهياكل الضخمة تحت الهرم مجرد إشاعات وما فيش مصدر رسمي أكده. ولو طلع حاجة جديدة الدولة أكيد هتعلن عنها. أما بقى موضوع الطاقة والفضائيين فدي حاجة لسه في إطار النظريات، ما فيش أي دليل علمي قوي عليها. بس برضو كل يوم في جديد، ولو في حاجة هتقلب الدنيا هنسمعها رسمي أكيد. طب ليه الجانب المصري بينفي؟ هنعرف لما نكمل الحكاية. لما انتشرت أخبار عن اكتشاف مدينة ضخمة تحت الأهرامات، باحثين من إيطاليا واسكتلندا اتكلموا عن وجود مدينة تحت الأرض تمتد لأكثر من 6500 قدم، وقالوا إنهم استخدموا أجهزة رادار لكشفها. لكن علماء الآثار نفوا الكلام ده تماماً.
الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المعروف قال إن دي أكاذيب من ناس مش متخصصين في الحضارة المصرية القديمة، وإن المجلس الأعلى للآثار ما اداش أي تصاريح للباحثين دول للعمل داخل هرم الملك خفرع. كمان الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية وضح إن الأنباء دي بتفتقر لأبسط معايير العلم، وإن أي اكتشاف حقيقي لازم يتنشر في دورية علمية موثوقة بعد مراجعة دقيقة من خبراء مستقلين. وأضاف إن التقنيات المستخدمة ما تقدرش توصل للأعماق اللي اتكلموا عنها الباحثين دول، وإن مفيش أي دليل علمي يدعم الادعاءات دي. بالتالي مفيش أي دليل علمي أو أثري على وجود مدينة تحت أهرامات الجيزة. الادعاءات دي بتعتبر محاولات للنيل من الحضارة المصرية القديمة ومش مبنية على أي أساس علمي صحيح. لحد دلوقتي مفيش أي دليل علمي أو أثري موثوق بيأكد وجود مدينة كاملة تحت الأهرامات، لكن في إشاعات ونظريات بتقول إن في أنفاق وغرف سرية ضخمة تحت هضبة الجيزة، وبعض الباحثين بيزعموا إن المدينة دي ممكن تكون مخازن أثرية أو أماكن مقدسة للكهنة أو حتى أماكن لإخفاء كنوز الفراعنة. في ناس طلعت تحذر من الكلام والإشاعات دي وقالت بطلوا تصدقوا حكاية مغارة علي بابا اللي تحت الأهرامات، لأن اللي عايزين يسرقوها مش 40 حرامي وبس، دول جيوش مستنية الفرصة. الفكرة كلها إنهم بيحاولوا يقنعونا إن اللي تحت الأهرامات أهم وأغلى من الأهرامات نفسها، عشان لما يجي اليوم اللي يقولوا فيه طب يلا نهدها ونطلع الكنز اللي تحتها يبقى الناس موافقة ومستنية اللحظة دي، وساعتها هيبقى فيه اللي هيهتف يا سلام ذهب وياقوت ومرجان، الحمد لله إن الأهرامات بتاعت الفراعنة الكفرة اتهدت، وإحنا نقعد نتفرج وندم بس بعد فوات الأوان. في ناس بعدت بخيالها أكتر وقالت إن تحت الأهرامات ووصفها بإنها مدينة إرم ذات العماد، ووصف العماد بأعمدة ومدينة تحت الطبقة الموجودة من هضبة الجيزة، وبتتكلم عن موضوع ما تحت الأهرامات، لكن مفيش واحد تطرق على إنها هي نفس مدينة إرم واللي خلقها الله ما بنهاش البشر. هنشوف الموقف المصري قال ايه. في كلام ان الحكومة المصرية والمجلس الاعلى للآثار مخبيين الموضوع عشان يحافظوا على التراث المصري او يمنعوا سرقة الآثار، او حتى عشان ما يحصلش فوضى بين الباحثين والسياح اللي ممكن يدمروا الموقع لو انتشر الخبر. لكن التفسير الاقرب للحقيقة هو ان معظم الاكتشافات الأثرية لازم تمر بسنين طويلة من البحث والتأكد العلمي قبل ما يتم اعلانها رسمي، ودي حاجة طبيعية في علم الآثار. عايزين نعرف رأيكم، ممكن الإشاعات اللي ظهرت دي والكلام اللي اتقال يكون حقيقي وهيظهر في الوقت المناسب ولا ده كلام خيال؟ طيب ليه أهداف لسه هتظهر؟ ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير، وعاوزينكم تفتكروا إن مع ميستري نيوز عمرك ما هتضرب بوز.